على المستوى. احنا ننسى ايه بقى البدائل اللي البدائل ان احنا بقى نبص حوالينا ونشوف الناس عملوا ايه. افضل التجارب مثلا في تجارب البرازيل وفي تجارب الصين. مثلا البرازيل في 8 سنين والرئيس مشي طبعا من حوالي 7 شهور او 8 شهور، ما كانش مكمل تعليمه، معهوش شهاده جامعيه، كان ماسح احذيه، صباعه مقطوع، اشتغل في تجاره التجزئه، ده مش مكمل تعليمه بس كان واخد فكره التجاره. دخل في الانتخابات ونجح، الناس حبوه، راجل طيب. ده يعني ده اللي حصل فعلا. قعد 8 سنين 4 و4 طبقا للدستور، كانوا هيغيروا له الدستور يعني غير موازين ماليزيا فندم. لا البرازيل اصبحت سادس دوله على العالم. عمل ايه هو عمل حاجه بسيطه جدا، جاب كل رجال الاعمال من امريكا واداهم اعفاءات من الجمارك والضرائب، اداهم الارض ببلاش. رجل الاعمال الامريكي بيبني المصنع فقط في البرازيل، لان يعني انت عارف امريكا الضرائب هناك كتير شويه، من 4 ل 6%، بيدفعوا ضرائب كتير في امريكا غير اوروبا، تمام، ومش زينا. يعني احنا الضرائب عندنا اعلى من اي حته في الدنيا. المهم هو هناك في البرازيل عمل ايه؟ انا بقول لك على التجربه دي، مش هحكي لك حكايه، انا بقول لك على الكلام ده لان احنا ممكن نعمله هنا في مصر. احنا مش هننهض الا لما نجيب رجال الاعمال من كل دول العالم ونديهم اعفاءات زي ما البرازيل عملت والصين عملت. بنديهم اعفاءات، اعفاء من الجمارك والضرائب، واعفاء من الرسوم والتراخيص. مفيش حاجه اسمها رخصه. احنا عملنا كده لا ما عملناش حاجه خالص. احنا عملنا كده ايام حسني مبارك. من نهايه الاسماء، بس هناك اسماء يعني تأبى الاذان الان ان تسمعها. والله له ايجابيات وله سلبيات. المقصد يعني اقصد ان في عهد سابق ادينا في توشكا مئات الالافات من الفدائيين. لا سيبك من توشكا، كلمني عن 6 اكتوبر والعاشر من رمضان. في رجال الاعمال لما جم من جوه مصر من بره مصر، خليجيين واجانب، خدوا اعفاءات تصل ل 10 سنوات، فجه وجاب فلوسه. هو هيجي لك ليه؟ ما عندكش اي ميزه كدوله. فجه انت بتدي له اعفاء من الجمارك والضرائب، فبيجي بيعمل مصنع، بيبيع شويه منتجات للسوق المحلي وبقيه المنتجات بيصدرها. هو ممكن المصنع يبقى فيه شغال 100 واحد او 200 واحد، هو هياخد 10% تقريبا من اجمالي المبيعات ارباح لشخصه، والباقي هتروح للمديرين والعمال والصناعيه والمكن والاهلاكات وشويه ضرائب صغيره هتدفع. ما هو البرازيل عملت كده برضه. البرازيل وصلت لمرحله بعد ما كانت من افقر دول العالم بقت سادس دوله على العالم، واصبحت بريطانيا رقم 7. ده شيء مذهل. السنه اللي فاتت في 2011 ترتيبها السادس على العالم. ازاي؟ هو جاب كل رجال الاعمال من امريكا، اداهم اعفاء تام في الجمارك والضرائب. حتى المدخلات في الصناعه، الخامات الاوليه اللي داخله في مدخلات الصناعه بيدوها اعفاء. احنا هنا لو جبنا رجل اعمال قاعد جنبنا اشترى شقتين بنقول عليه جاي ياخد خيرنا، لان احنا مش فاهمين اقتصاد. يعني الصين عملت نفس التجربه. انا برضو مش بحكي لك قصص، انا بقول لك ان احنا ممكن نعمل زي الصين وزي البرازيل زي انجلترا. ما هو انجلترا يعني جلب الاستثمار الخارجي المصري ده. هي الصين وصلت كده ازاي؟ الرئيس الصيني الحالي اللي موجود حاليا اللي بدأ سنه 97 اللي قبل منه كان بيعمل مشروعات زي الرئيس مرسي كده، بيجيب الحكومات الكبيره والشركات وبيعمل معاهم مشروعات ضخمه، فبيبقى عليه اعباء جامده جدا. الرئيس دلوقتي مرسي بيعمل مشروعات ضخمه جدا بس عليه اعباء لانه مدخل نفسه في كل كبيره وصغيره. لكن جه الرئيس اللي بعد منه لا، فكر بعقليه اداره، بزنس، ماجستير بقى يعني راجل دارس اداره ودارس اقتصاد. الرئيس الصيني اللي هو بدا سنه 97 وموجود حتى الان، جاب كل رجال الاعمال الصغيرين والمتوسطين والكبار دخلهم الصين، بياخد حته الارض ببلاش. خلاص يا دوب رجل الاعمال بيبني هانجر او بورتال فريم، مصنع بيكلفه 3 4 مليون، بيديله اعفاء تام من الجمارك والضرائب، بيعمل منتجات. بدا يعمل معاهم ديل حلو، اللي هيبيع المنتج ده للسوق المحلي هيدفع ضريبه، لكن اللي هيصدر مش هيدفع ضريبه. وصل بيهم الحال ان الفكره دي وصلتهم ايه؟ انه شغل المليار ونص. المليار ونص اشتغلوا. لكن هنا الناس عشان مش فاهمه اقتصاد بيقول لك انتوا عددكم 90 مليون، انتوا كتير قوي علينا، ما تموتوا شويه. في فرق بين اللي فاهم واللي مش فاهم. الصين وصلت لمرحله اللي بيبيع بس للسوق المحلي بيدفع ضريبه، يعني انت عاوز اللي بيصدر ما بيدفعش ضريبه. تمام. يعني هو بيساعد رجال الاعمال ان هم يبقوا اغنياء، تمام، عشان يشغل الموظفين. بغض النظر عن رجال الاعمال، انا فاهمه من حضرتك ان انت عاوز تقول بدل لكن احنا هنا بنحارب رجال الاعمال. اشكرك. يبقى اللي انا عاوز اقوله ان احنا هنا بنضغط على الناس عشان نحل مشاكلنا، وفي الاساس والاصل ان احنا نبحبحها على الناس عشان المشاكل تتحل، لان كل رجل اعمال تحت منه 100 واحد شغال. تمام، يعني هو ده المفهوم. احنا بلغه الاقتصاد نقدر نقول احنا محتاجين مزيد من التشغيل، مزيد من النمو الاقتصادي، مش ان احنا نقفل التشغيل على لحد الساعه 10 بالليل، لا. احنا عايزين الناس تشتغل اكتر عشان تنتج اكتر وتبيع اكتر، فيتحصص لنا متحصلات ضريبيه وده كان السؤال السابع. بس دكتور، اذا كنا احنا بنعاني سنوات سلفا من فكر الجبايه، والمصطلح حتى هو عجبني على فكره لانه انا حسيته صح، الجبايه
اللي هو غصب عنك هتدفع، جاري. موظف هتدفع. طريقه دكتور الجاب العثماني اللي اللي هو كان بيجي هتدفع، لا يلهب هتدفع. الناس ده. احنا كاننا في عصر المماليك، ممتاز. الحاكم الفاشل بيزود الضريبه لحد بالظبط. ما الشعب يشيله. ممتاز. طيب في عهد فيه مشروع نهضه، فين مشروع النهضه ده؟ لا في موجود، طيب انا لا انافق، هو موجود على الورق. هو موجود. اذا انا حق ان انا اقول موجود, موجود. كاعلام ماشي. موجود. هو موجود. ماشي. وبرئيس يتزعم مشروع النهضه جاء بانتخابات حره، لا احد يستطيع في العالم كله ان يشارك. يقول ادفع بس بعد ما انا استنفع كده كده بعد ما بالاثر اشتغل الرجعي واكسب. هيعود عليك، صح كده؟ اللي هو الاسلوب الغير مباشر. بالظبط. ممتاز جدا. زي الزكاه مثلا، اكسب وبعدين ادفع زكاه. ممتاز. اربح وبعدين ادفع ضريبه. ممتاز. بس هي ضريبه المبيعات بياخد منك الضريبه مقدما، مش مؤخرا. بس انت بتبيع. ما اختلفناش، بس بتبيع سيبني يعني بقى، ثانية يا دكتور. سيبني ابيع واشتري. انا ده سرحت الفكر. منك في كلامك، صح. طب ما اذا كنت انت هتاخد مني ضريبه، سيبني الاول ابيع اصل الضريبه عشان اديها لك. بالظبط. يعني يعني الاصل اللي هو عفوا المنتج نفسه سيبني ابيعه عشان تاخد عليه ضريبه. اما انت مانعني ابيع المنتج اصلا. بالظبط. هي الفكره في ايه؟ وقول تقديرنا للمساله صح، تقديرنا ان ده خراب بيوت، الكلمه دي صح. ايوه، هو خراب بيوت. نتيجه التقدير ده صح. في فقر في الفكر. يعني الناس مش هايجه وبس، الناس مش عاوزه حاجه تعمل عليها. بس احنا مش جايين نسخن الناس. لا احنا مش بنسخن، احنا يعني بنقول هم قربوا ينسوا. الناس نسيت القرار مش هيتنفذ، لان الشرطه مش تطبيقه ناقصه صعب. تدخل في مواجهات. طب هي دي اخر نقطه نناقشها، قرارات نفسه ولا لا. بس انا تقدير المساله ده مهم جدا بالنسبه لي، لان انا قاعد يعني قدام 2 خبراء، يعني احنا مش بنتكلم مع صحابنا او مع ناس، انتوا اهل التخصص بقى. فيعني يمكن انا توافق او الدكتور عبد المنعم هذا الكلام. وافق. وانت توافق ايضا. انا اوافق، وبدل ما نغرق في الموضوع دوت، يا ريت الوزراء يشوفوا الدول التانية عملت ايه. يشوفوا انجلترا بتعمل. انجلترا بتاخد رجال الاعمال، اشتري شقه واشتري مكتب واشتري شركه واشتري عربيه، خد اقامه ثم الجنسيه. دي اسمها فلوس دخلت. يعني كل دول العالم بتطبطب على المستثمرين عشان تاخد فلوسهم. لكن احنا هنا لو جالنا مستثمر بنبص له، لا ده هياخد فلوسنا، ده هياخد رزقنا، ده هياخد اكل عيشنا. احنا تقريبا مش فاهمين ومش مستوعبين. انت فهمت قصدي؟ يعني الصين بتجيب رجال الاعمال تقول له خد الارض ببلاش، الرخصه ببلاش. مفيش حاجه اسمها رسوم. انت هنا لو عايز تفتح مصنع بتعمل الرسومات والرخصه في 2 سنين. انت فهمت قصدي؟ دي ثقافه التشغيل، مش ثقافه. كلامي واضح. الحكومه دلوقتي بتقول ان الحكومه بس ساعتها كانت خايفه تطبقه، وفعلا كانت خايفه تطبقه. القرار ده بيطلع كل فتره والحكومه مش بتقدر تطبقه. هو القرار صح مش غلط على فكره، هو مش عيب ان احنا نصحى بدري وننام. معلش ممكن تفهمني؟ هقول لك يعني الطبيعي ان احنا نشتغل بدري وننام بدري، ده الطبيعي. جميل، انا كده فهمت. بس ثقافه يعني الشعب دلوقتي مش ماشيه مع الموضوع ده. تمام. احنا ممكن نفهمهم تدريجيا. حلو. طب ونديهم شويه امتيازات. حتى احمد صعيدي المعيد بيقول لي في ودني تدريجيا، كلامه صح. لسه عاوز اقول لك، طب اذا كان القرار صح، طب ما ناخدها. انت قلت دلوقتي ان احنا ممكن نعمل من 7 الصبح و8 الصبح لغايه كذا، اللي يشتري يحصل له كذا. في اعفاءات، في تحفيز. يا جماعه اللي هيجي يشتري الصبح هيشتري السلعه من غير ضريبه مبيعات، ده بالنسبه للمستهلك. هديك كلمه ثانيه، وده مش بيحصل ليه يا دكتور؟ لانه مستحيل التطبيق من الناحيه الاداريه. تظبطها ازاي؟ انت عندك النظام الاداري ضعيف في الدوله عموما. يعني ايه؟ يعني مصلحه الضرائب كلام كبر عليا انا. طب مصلحه الضرائب علشان تظبط هذا الاداء اداريا. يعني ايه؟ انت حضرتك بس الكلام ده صح قوي. يعني ما عندوش انفورميشن سيستم. هو الدكتور بيتكلم صح. انت النهارده كلامه كبير بالعربي، فانفورميشن سيستم اللي انا فاهمه. افهمني. انت النهارده منظومه معلومات. بص انت النهارده عندك كام شركه في مصر وكام محل بيطلع فاتوره عليها التاريخ والساعه؟ ما يجوش 1%. ودول كمان يا ترى بيقدموا فواتير صح ولا بيهربوا منها؟ تدريس كامله عن الموضوع. مفيش عشان خاطر الموظف في الدنيا بص كلها. الموظف اللي هينزل المحل يكتب له غرامه. ما في موظف مرتبه 700 800 جنيه في الشهر، هينزل المحل الساعه 10 الصبح وهيتفق معاه اكتبك انك فاتح ولا اكتبك انك مش فاتح، هيديله 20 جنيه ويخلص. يحصل ديل بينهم. ما بقتش 20 تعامل بينهم. 50. لا هو في النهايه موظف ب 700 800 جنيه مسكين. اسمح لي اقول لك ان كيلو الطماطم وصل 10 جنيه لا ب 2 جنيه بس دلوقتي، حسب المكان اللي انت فيه. لا انت فاهم، مش حسب المكان وبس. حضرتك تسمح لي اقول لحضرتك ان الجبن في السوبر ماركت، وده كلام ما بيحرجش اقوله دلوقتي 100 جنيه في الجبن في السوبر ماركت عشان تجيب شويه جبن. ما بقتش مقصد يعني ربي يرفع الغلاء عن مصر من قلبي. الناس بجد تعبت. بص بجد الناس تعبانه. بص يا رب من قلبي. هقول لك على حاجه. احنا عندنا 17 مليون واحد شغالين في القطاع الخاص، 7 مليون واحد في القطاع العام. الحكومه لو بتفكر تحل مشكله تمسك اول حاجه، تمسك انها تفتح فرص عمل في السوق عن طريق رجال الاعمال المصريين والاجانب، بحيث القطاع الخاص يزيد من 17 مليون ل 20 ل 25 ل 30 مليون، عشان بعد كده موظفين القطاع العام يسيبوا الوظيفه اللي هي ب 1000 جنيه في الشهر ويهرب منها يروح للقطاع الخاص. عارف هيحصل ايه في الحاله دي؟ الموازنه العامه للدوله اللي هي ايراداتها 400 مليار، منهم 120 مليار جنيه
مرتبات موظفين دوله احنا ممكن نخليهم مليون مواطن بس موظفين وياخدوا 30 مليار في السنه. يعني احنا ممكن نوفر 90 مليار من الموازنه في حاله لو احنا قللنا موظفين القطاع العام. انت عارف المانيا فيها قد ايه موظفين قطاع اقل من مليون واحد، تركيا اقل من مليون، الصين فيها 3 مليون واحد موظفين، امريكا فيها مليون، امريكا فيها 16 وزير مش 36 وزير. ما هو كلام حلو برضه، ما هو كلام في ناس بتفكر الكلام وفي ناس مش ايه ممتاز. الكلام ده على الورق حلو، خدعني برضه اقول لك الكلام ده جميل، بس تعالى بقى ننزل الشارع وما شويه. يتطبقش ليه؟ طب ما هننزل الشارع اهو، ما تيجي ننزل الشارع، ده الشارع ده خيره علينا كلنا. وهنطبق ما ده هو من اللي جاب الشارع ناس ولا ومشى هنطبق ده من ناس. الناس اللي فوق؟ لا ده الشارع ده خيره على الكل، ده اوعى نغفل الشارع، ده هو اللي مشى ناس وجاب ناس، احنا ننسى ولا ايه؟ تعالى ننزل عند الناس الطيبين ونقعد معاهم كده نشوفوا بيقولوا ايه. بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ما احنا مالنا برضه، ما احنا عندنا ارض واسعه يا دكتور، وعندنا شباب قاعد على القهوه، ده حتى تعب من شرب السجاير، يعني تعب، طاقات ده تعب يا عيني، مهدرة. ده تعب من الفراغ. ما تيجي تقول له تعالى اديك 5 فدين، مش عاوز منك حاجه خالص. ماشي، محتاج ليه الحلول دي ما بتطلع؟ يعني دي الحلول الجميله الحلوه، ليه يا باشمهندس ويا حتى دكتور؟ في التراث الاسلامي عندنا في حديث للرسول عليه الصلاه والسلام بيقول من احيا ارضا مواتا فهي له. طيب تمام. وزع اراضي دي على الشباب الخريجين. هو ده حلول صح يا باشمهندس؟ ده كلام صح 100%، بس محتاجه حكومه برضه. الحكومه اللي هي هنا يعني ايه محتاجه حكومه؟ هقول لك يعني ايه محتاجه حكومه. احنا عندنا صحراء غربيه، الصحراء الغربيه بتبدا من جنبنا من الشارع اللي ورانا، الصحراء الغربيه تبدا من 6 اكتوبر وادي النطرون لحد ليبيا. تمام. انت لو حفرت في اي حته بلاش تحفر، انت سهل قوي انك تطلع ميه جوفيه. منخفض القطاره انت لو وصلته بالبحر المتوسط هتزود مساحه ميه في الصحراء الغربيه، انت ممكن تغير المناخ. خلينا نقول نقطه هشرح لك بس برضو. النقطه اللي انت مش معايا فيها، هشرحها لك. انا بس برجوك عشان وقتي، انا برجوك خلينا اقول دي يا دكتور. هشرح لك يعني ايه عايز حكومه. الحكومه هتعمل طريق رئيسي وطرق فرعيه، الطريق ده هيتكلف مليار او 2 مليار، تكلفه الطريق رئيسي وطرق فرعيه. هنقسم حتت. طب ما هو مجلس جاي الشعب لك هيكلف ثواني بس ثواني. طب بس ثواني، ما انا مش هقدر بثواني. انت حضرتك معلش، اذا كنت انا نائب عن الشعب في هذه الجلسه، انا عين الناس، انا عين. اذا كنت انت كلام حضرتك مع احترامي ليه، المليار ده هيفيدنا في ايه ده بقى؟ كلام حضرتك الصح بيستفزني، ما بالك الناس اللي هتموت من التلفزيون. اذا كنت حضرتك بتقول لي ان طريق بتحسبها في طريق اللي هو هيشغل وبتاع، انت ما جيتش حسبتها وانت بتخلي المجلس. انا ما اقصدش يشغل، انا مش عايز اشغل وصلت حد يا في دكتوره، طريق. مش وصلت. انت ما جيتش حسبتها معليك وانت برامي 2 مليار جنيه على الارض عشان تغير مجلس. لا ما حسبوهاش. طب عايز تحل التأسيسية مثلا وعاوز تحل بص يا استاذ علي، هو الشعب ده مدفوع عليه يدفع ما ياخدش. بص يا استاذ علي، ايه هي الافكار يستقر الاقتصاديه؟ امتى؟ انك تخلق منها فرص عمل. انت ممكن تعمل طريق في الصحراء الغربيه مثلا في اماكن منخفضه، طريق هيكلفك مليار او 2 مليار، هتقسم حتت اراضي كل حته 100 فدان، انت هتبيع الفدان ده بتكلفه الاسفلت. يعني الفدان هيقف عليك ب 1000 جنيه او ب 2000 جنيه، وحتى لو اديته ببلاش والناس تزرع بلاش ببلاش. ما هو الناس هتشتغل، هنبيعه بتكلفه الاسفلت. الناس تشتغل وبعد كده يدفع. ده كلامه ايه؟ ده بيسد ذريعه الحكومه، بيقول حتى لو باعوه هيبيعوه بثمن الاسفلت. انا هبيع الارض بتكلفه الاسفلت. ده نقطه مضيئه نقدر نقولها. أيوة. ان الحكومه ابتدت فعلا في اجراءات تمليك الاراضي للمصريين، ولكن في سيناء. وانا بقول ان سيناء انسب اقتصاديا وانسب جغرافيا، واهم على فكره كابعاد الامن القومي المصري. اهم ان احنا نبتدي بتعمير سيناء والاستثمار في سيناء من اي حته تانية من بقاع مصر. يعني حضرتك ذكرت مثلا مشروع توشكا، درجه الحراره في توشكا بتوصل ل 50 درجه مئويه في الظل. في سيناء القرار ده طبعا لن يتم تطبيقه من الشعب ولا من الحكومه؟ من الجانبين. الحكومه لن تنجح في التطبيق والشعب لن يقبل التطبيق. الشعب ده مش هيضحك عليه تاني. ما اقدرش اقول حاجه غير كده. الشعب تاني قولها تاني معاك، تو كلوز بعد اذنك يا محمد علي. مش هيضحك عليه خلاص، النهارده الناس كلها بتفهم في الانترنت، الشعب ده مش، والناس عندها فيسبوك وانترنت، الشعب ده خلاص مش هيضحك عليه تاني. انا احب اعلق ان الشعب ما اتضحكش عليه اولاني اصلا عشان يضحك عليه تاني. هو الشعب دايما هو اللي بيضحك على الناس. على فكره يعني. هو ربما مرار منعم لطفي استاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا، نورتني بجد النهارده. وكذلك المهندس عمرو علي الاستشاري ورجل الاعمال ايضا لن استطيع ان اتخلى عنها. نورتني وبجد النهارده استفدنا من حضراتكم جدا ونورتونا. ربما ستكون لنا حلقات في مواضيع اقتصاديه اخرى وربما سنستزيد. لا اللي انا عايز اقوله بس يعني بدل ما نشغل الناس معانا بقصه المحلات والناس مش ناقصه هموم، يعني الدكتور طبعا عنده افكار اقتصاديه جميله وانا برضه عندي شويه افكار، وفي ناس غيرنا كتير
كتير احسن مننا، ممكن نجمع الافكار دي ونديها لسياده الرئيس اللي هو حاليا بيبذل مجهود عشان يجمع افكار عشان ينفذها، فاحنا ممكن نساعد. احنا هنرتب لحلقه تانية للافكار الايجابيه، او تبقى حلقه ايجابيه عشان نوصلها له. البدايل حلقه كامله بس ده الكلام ده في حاله ايه؟ يمكن عنده مستشارين تسمعنا ويمكن ما عندوش مستشارين بتتابع. لا ده هو الرئاسه كلها مستشارين دلوقتي، ما تقلقش. هنوصل له في النهايه ان شاء الله نوصل له باذنك يا رب. اذا لا يسعني الا ان اشكر قائد هذا العمل محمد الصعيدي، وهذه تحياتي انا علي السيد، الى اللقاء. الحب